السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم بغابة سحرية عايش فيها كل الوحوش من مصاصين دماء وجنيات وكمان مستذئبين وسحرة ناشرين الرعب والخوف وسط البشر، وعلى مر الزمن الكائنات دي بتتغير وبيبتدوا يعيشوا في سلام مع البشر. وبنشوف مصاص دماء اسمه فلاد مع أبوه بارني وهما رايحين المدينة بدعوة من العمدة علشان فلاد يدخل أكاديمية ريفراف أشهر مدرسة للسحر في المدينة. وأول ما بيوصلوا عند جسر المدينة بيقابلوا حارس الجسر اللي لما بيشوف فلاد بيفتح الكتاب اللي معاه وبتترسم صورته وبيقرا له اللي مكتوب فوق الصوره، واللي بيبقى باين انها نبوءه او انه اول ما هيوصل للمدينه هينضم معاه 2 تانيين وهيتحولوا من 3 اطفال حمقى ل3 ابطال خارقين وهينقذوا المدينه من الشيطان. وبيرحب بيه وبيسمح لهم يعدوا الجسر. بيدخل بارني المدينة مع ابنه وبيلاقوا شكل البيوت والناس كأنهم من الستينات. وبيلفت نظر فلاد ساعة كبيرة فوق مبنى ضخم، وابوه بيعرفه انه مبنى بلدية المدينة، وبيقولوا ان في كاتب مشهور كتب قصيدة عن الساعة دي وقال فيها ان اول ما تدق الساعة 13 هينتهي العالم. وهنا بيلاحظ فلاد ان البلورة اللي لابسها واللي بتكون هدية من امه ليه قبل ما تتوفى بتنور. وبيظهر فجأة راجل راكب عجلة قدام عربية بارني، والراجل بيقع بالعجلة وبينزل هو وفلاد يطمنوا عليه. والغريبة ان العجلة بتتحول لتصميم العجل القديم. وكمان لما الشرطي بيجي يشوف القلادة بتنور في رقبة فلاد، والشرطي بيقولوا انه لسه جديد في المدينة وبرغم كده بيستخدم ألاعيبه السحرية عليهم، لكن فلاد ما بيبقاش فاهم اي حاجة. وبيوصلوا للبيت اللي هيعيشوا فيه وفلاد بيلاقيه قديم جدا وبيقول لابوه ازاي هيقعدوا في بيت زي ده، فبيعرفوا بارني انه هيجدده وكمان هيفتح المحل اللي موجود فيه ويبيع التحف الأثرية. وبيقعد بارني يشرح لفلاد هينظم البيت ازاي، لكن فلاد بيبقى متوتر وبيقول لابوه انه خايف لا يفشل في أكاديمية السحر الجديدة. فبيطمنوا أبوه بيعرفوا إنهم عمرهم ما كانوا هيبعتوا له دعوة إلا إذا كانوا واثقين من موهبته، وبيحضنوا علشان يطمنوا. وبالليل وفي أثناء ما بارني بيرتب حاجته بيمسك صورة مراته جوليا وبيبقى مفتقدها جدا، وبيطلع يحط الصورة جنب فلاد في أوضته. ولما بينزل بيتفاجئ بموظف الضرايب جايله وبيطلب منه رسوم ملكيته للبيت وضريبة الدخل وبعض المستحقات الخاصة بالمصاريف الدراسية، وبيبلغه إنه قدامه 7 أيام للدفع، يا إما هياخدوا منه البيت ويمشوه من المدينة. وبيلاقي بارني المبلغ كبير جدا عليه ومش هيعرف يوفره في اسبوع. وبيفضل سهران لتاني يوم بيحسب كل المستحقات اللي عليه، وبينزل له فلاد وهو مستعد لاول يوم دراسه في الاكاديميه. فبياخدوا بارني وبيوصله وبيقولوا انه هيروح مشوار للبلديه علشان يحل معاهم مشكله الفواتير وهيرجع له بسرعه. وبيدخل فلاد الاكاديميه وبيشوف مجموعه من الطلبه المتنمرين بيضايقوا طالب جديد مستذئب اسمه وولف. وهنا بتدخل بنت من الجنيات اسمها فاي وبتقدر تبعدهم عنه وبترجع لولف حاجته فبيشكرها. وبيتعرف فلاد على وولف وبيروحوا هما الاتنين لقاعة الحفلة اللي عاملينها بمناسبة الترحيب بالطلبة الجداد. وبيقابل وولف أمه وأبوه اللي لما بيعرفهم على فلاد بيقعدوا يشموا فيه علشان يطمنوا إذا كان شخص مسالم ولا لا. وفلاد بيفضل منتظر أبوه بره القاعة اللي في الوقت ده بيوصل لمبنى البلدية وبيقابل مساعدة العمدة سيد وبيطلب منها إنها تقسط له المستحقات اللي عليه لأن المبلغ كبير. فبتقول له إنها مش هتقدر تساعده ولا تقسط له المبلغ، لكن سمعوا إن عنده قلادة مميزة لونها أحمر ولو وافق إنه يبيعها لهم ممكن ساعتها يسدد كل المستحقات اللي عليه. وبنرجع لفلاد اللي بيكون لسه منتظر ابوه قلقان، وبيجي له هانيبال عامل نظافه في الاكاديميه وبينادي فلاد باسمه، وكمان المقشه بتاعته بتتكلم مع فلاد وبتقول له يدخل بسرعه. فبيضطر فلاد يدخل الحفله من غير ابوه وبيروح يقعد جنب وولف. وبيكون عمده المدينه مع بارني وبيحاول يقنعه انه يبيع له البلوره مقابل مبلغ مالي، لكن بارني بيقول له ان البلوره دي مهمه عند فلاد جدا ومستحيل يتنازل عنها لانها هديه من امه. فبيطلب منه العمده انه يحاول معاه وبيديله دعوة لاحتفالهم الخاص بكسوف الشمس. وفي الأكاديمية المديرة بتنادي على فلاد وزمايله الجدد وبتطلعهم على المسرح وبترحب بيهم. وبتبتدي مديرة الأكاديمية تظهر مواهبهم عن طريق تعويذة بتقراها من كتاب سحري. وهنا بيوصل بارني وبيعتذر على التأخير وفلاد بيبقى محرج. وبنشوف كل واحد من الطلبة وهو بيتحول، اللي بتختفي واللي بتتحول لموميا. وبنشوف وولف وهو بيتحول لمستذئب، وكمان فاي بيظهر لها جناحات وبتطير. أما فلاد فبتطلع له أنياب مصاصين الدماء، بس للأسف بيظهر على وولف أعراض حساسية من فرو المستذئب وبيفضل يعطس. وكمان فاي بتفقد اتزانها وبتقع على فلاد لأنها بتخاف من المرتفعات. وفلاد بيتجرح في إيده وأول ما بيشوف الدم بيتعب رغم إنه مصاص دماء، وزمايلهم المتنمرين بيصوروهم وبيقعدوا يضحكوا عليهم. وبيرجع فلاد البيت وهو متضايق وبيقول لأبوه إن شكله وحش جدا في الأكاديمية لأن مفيش مصاص دماء بيرجع من منظر الدم، لكن أبوه بيعرفه إنه مع الوقت هيتعود وهيساعده وهيدربه
علشان يبقى مصاص دماء قوي. اما وولف فابوه بيوديه لدكتور وبيعرفه انه عنده حساسيه ضد فرو المستذئبين، فبيتحرج الاب من ابنه جدا وبيتعصب على الدكتور وما بيبقاش عارف يعمل ايه، خصوصا انه قائد للمستذئبين. وفاي بتبقى قاعده لوحدها حزينه وزمايلها بيبعتوا لها فيديو تصوير وهي بتقع وبيضحكوا عليها. وبنشوف ساحره طايره بالمكنسه بتاعتها وبتقع عند بيت بارني، وتطلع ست مساعده العمده اللي بتقف تحت شباك اوضه فلاد وبتستخدم تعويذه بتخلي دراعها يطول زي فرع الشجره، وبتقدر تدخل اوضه فلاد وتسرق البلوره بتاعته وبترجع تاني للعمده وبتسلمها له. لكن اول ما بيمسكها في ايده بتختفي، وهنا بيعرف انها محميه بتعويذه استدعاء وان لازم صاحب البلوره يسلمها له بارادته. وبتبص ست في مرايتها السحريه وفعلا بتلاقي البلوره رجعت تاني لفلاد. وتاني يوم في الاكاديميه بيشوف فلاد فاي وهي ماشيه متضايقه جدا بسبب زمايلها اللي بيتفرجوا على الفيديو بتاعها وبيضحكوا عليها. وكمان واحد من المتنمرين بيمثل قدام فلاد انه متصاب وبيخلي كل زمايله يضحكوا عليه. وهنا بيجي لهم هانيبال وبيزعل الولاد المتنمرين وبيخلي المقشه تنظف الارض. وبيخرج فلاد من الاكاديميه وهو مقرر انه هيسيب المدينه بالكامل. وبيقابل فاي اللي بتبقى هربانه من تنمر زمايلها عليها بسبب الفيديو ومش عايزه ترجع للاكاديميه تاني. وكمان وولف اللي بيقول لهم انه نفسه يقوم بمغامره علشان يثبت لابوه انه مستذئب حقيقي. وبيقرروا هما الثلاثه انهم يخرجوا من المدينه مع بعض، وبيبقى في واحد مراقبهم. واول ما بيوصلوا للجسر بيظهر لهم الحارس وبيقول لهم انهم مش هيقدروا يخرجوا من المدينه غير لما يتحقق اللي مكتوب في الكتاب عنهم، وانهم هيتوحدوا وهيبقوا ابطال خارقين وينقذوا المدينه من الشيطان قبل ما يدمرها. لكنهم ما بيهتموش بكلامه وبيصمموا انهم يخرجوا، فبيتحول الحارس لراجل ضخم جدا وبيمنعهم. وهنا بيظهر الشخص اللي كان بيراقبهم وبيبقى هانيبال، وبيستخدم سحره وبيرمي على الحارس تعويذه علشان يشغله. وبياخد الولاد وبيجري وبيستضيفهم في بيته. لما بيعرف انهم عايزين يسيبوا المدينه بيقول لهم ان الهروب مش حل وان مفيش مخرج ولا مدخل للمدينه الا عن طريق الجسر. وبيدور على كتاب عنده علشان يعرف منه ليه حارس الجسر منعهم من الخروج بره المدينه. ولما بيلاقيه وبيقراه بيتصدم وما بيرضاش يقول لهم حاجه وبيعرفهم ان مفيهوش معلومه تفيدهم. وبيروح يحضر لهم مشروب، فبياخدوا الكتاب من وراه وبيقروه وبيتاكدوا من كلام الحارس ليهم وان النبوءه صحيحه وتفاصيلها كلها موجوده في كتاب في المكتبه المحظوره. فبيخرجوا هما الثلاثه من عند هانيبال علشان يروحوا المكتبه. فبتلاقي في طريقها زهره دبلانه فبتستخدم مسحوق الجنيات وبترجعها زهره جميله من تاني. وبتعرف فلاد ان مسحوق الجنيات بيساعد على الشفاء، وهو بيقول لها انه اتولد وسط البشر وما كانش يعرف انه مصاص دماء الا من فتره صغيره جدا، وان والدته توفت في حادثه والبلوره اللي معاه دي هديه منها ليه. وبيوصلوا للمكتبه وبيدخلوها من غير ما عامله النظافه تشوفهم. مش جوه سرداب بيطلعهم على مكان الكتب المحظوره، وبيظهر لهم كلب شرس فبيتعامل معاه وولف وبيحاول يشتت انتباهه بكيس الحلويات اللي معاه لحد ما يجيبوا الكتاب. وبيفضلوا ماشيين في السرداب لحد ما بيوصلوا لحفة بير غويط بيطلع منه خفافيش كتير، وعلى الجانب التاني حجرة الكتب المحظورة. وبيقول فلاد لفاي انه زي الخفافيش بيتمتع بترددات الموجات فوق الصوتية اللي لما بيستخدمها بتخليه يشوف أعمدة غير مرئية بينهم وبين باب حجرة الكتب، وبيخليها تغمض عينيها وتمسك ايده وبينط على الأعمدة الخفية وبيقدروا يعدوا سوا. في الوقت ده بتوصل ست عند بارني وبترشه بمسحوق سحري وبتسأله على فلاد، فبيقولها انه مرجعش من الأكاديمية لحد دلوقتي فبتتضايق وبتمشي. وبيوصل فلاد وفاي لمكان الكتاب لكنه بيبقى موجود في رف عالي جدا، فبيقول الفاي انها ممكن تطير وهي مغمضة عينيها علشان ما تخافش، وهو هيوجهها لمكان الكتاب علشان تجيبه. وفعلا بتغمض عينيها وبتطير، وفلاد بيحدد لها مكان الكتاب. وهنا وولف بينده عليهم وبيقول لهم ان الحلويات اللي معاه خلصت، وبتنجح فاي انها تجيب الكتاب وبيرجعوا لولف وبيجروا والكلب بيجري وراهم، لكن بيقدروا يهربوا وبيقفلوا باب السرداب قبل ما يوصل لهم. وبترجع ست للعمده اللي بيتعصب عليها وبيطلب منها انها تدور على فلاد، فبتستخدم مرايتها السحريه وبتلاقيه مع اصحابه، والعمده بيشوف الكتاب المحظور معاهم فبيتعصب اكتر وبيكسر المرايه. اما فلاد فبيفتح الكتاب وبيعرف هو واصحابه ان في مخلوق شرير اسمه لوسيفر رافض ان المخلوقات السحريه تبقى مسالمه مع البشر، وعايز يرجع بالزمن لورا ويرجع كل الوحوش لطبيعتهم الشريره من تاني، ويكون جيش الظلام اللي هيستولى بيه على العالم. وبيلاقوا فيه ورقه مقطوعه من الكتاب ومكتوب في جزئيه منها لما الساعه تدق 13، وبيستغربوا. وفاي بتعرفهم ان لما الساعه تدق 13 لوسيفر هيعمل حاجه لكن مش عارفين هي ايه بالظبط، وبيتفقوا هما الثلاثه انهم يحذروا اهاليهم. في نفس الوقت
بتعمل 6 تعويذة سحرية علشان توصل لفلاد واصحابه وما يعرفوش يحذروا اهاليهم ولا يحذروا اهل المدينة كمان من اللي عرفوه، وفعلا بتنجح وبيوصل فلاد لابوه، وبدل ما يحذره بيقوله انه بخير وكل الامور تمام، وبيبقى مستغرب نفسه جدا. ولما ابوه بيفتحه في موضوع بيع البلورة بيوافق فلاد، لكن بيطلع بسرعة على اوضته وبيحاول يقفل الباب علشان ابوه ما ياخدش منه البلورة، وبيتصل بفاي وبتقوله حصل نفس الموضوع معاها وما عرفتش تحذر اهلها، وكمان وولف حصل له نفس الشيء، وفاي بتعرفهم انها لعنة معكوسة بتخليهم يقولوا عكس الحقيقة، وبيتفقوا يتقابلوا كلهم تاني يوم الصبح، وبيفضل فلاد يقرا في الكتاب طول الليل وبيغلبه النوم، ولما بيصحى بيفتكر كلام ابوه عن الكاتب اللي قال قصيدة في ساعة مبنى البلدية، وطاقية الشرطي اللي اتحولت لخوذة، وكمان العجلة اللي اتحولت لشكلها القديم. فبيروح يقابل اصحابه، وبالمعلومات اللي جمعوها كلهم بيقدروا يعرفوا ان بلورة فلاد ليها صلة قوية بمخطط لوسيفر، علشان كده نورت اول ما وصل المدينة وحولت الخوذة والعجلة لشكلهم القديم، ولوسيفر عايزها علشان يرجع بزمن لورا، بس ما بيبقوش عارفين ايه علاقة البلورة بالساعة، فبيقرروا انهم يروحوا المبنى البلدية. واول ما بيوصلوا بلورة فلاد بتنور، وبيتحول موبايل بنت ماشية عند المبنى لتليفون قديم جدا، فبيقرر فلاد يطلع فوق المبنى عند الساعة، وبيطلب من وولف وفاي يشتتوا انتباه حارس الامن، وبيقدر فلاد يخفي نفسه، ودي بتبقى ميزة عند مصاصين الدماء. وبيدخل المبنى وبيكلم اصحابه وبيقول لهم ان البلورة نورها بيزيد وبتتشد في اتجاه البرج، ولما بيطلع بيلاقي بلورة ضخمة جدا فوق البرج، وقطعة البلورة بتتشد ليها بقوة علشان تكمل الجزء اللي ناقص فيها، وهنا بتتحول شنطة فلاد لشنطة قديمة. وفي اللحظة دي سيد بتبقى قاعدة بتكتب على الكمبيوتر، وفجأة بيتحول لآلة كاتبة، فبتعرف ان سحر رجوع الزمن ابتدى يشتغل، وبتروح بسرعة تبلغ العمدة، وبيمنع فلاد قطعة البلورة بتاعته انها تلتحم بجسم البلورة الكبيرة علشان ما يرجعش بيهم الزمن لورا، وبينزل بسرعة لأصحابه وبيجروا كلهم وبيعرفهم ان البلورة اللي معاه هي الجزء الناقص للبلورة الضخمة. وبيطلع العمدة لويس وست للبلورة وما بيلاقوش فلاد، وبيطلع فلاد الكتاب وبيلاقي الورقة المقطوعة رجعت فيه من تاني، وبيعرفوا ان احتفال كسوف الشمس اللي عامله العمدة لويس ودق الساعة 13 مع اكتمال البلورة هي اللحظة اللي هيرجع بيها الزمن لورا وهتحول كل الناس لوحوش. وهنا بيشكوا في العمدة، وبيرسم فلاد على شكله في اعلان الاحتفال شكله لوسيفر، وبيكتشفوا ان العمدة هو الشيطان لوسيفر، وبيبقى الحل الوحيد لفلاد انه يخرج من المدينة ويبعد بالبلورة علشان لوسيفر ما يوصلهاش. وبيوصل للجسر وبيودع اصحابه، وهنا الحارس بيسمح له انه يخرج علشان ينقذ المدينة، لكن بيوصل لهم لوسيفر وبيمسك فاي وبيهدد فلاد انه هيخلص عليها لو ما سلموش البلورة بعد ساعة عند البرج، وبيختفي هو وفاي. فبيضطر فلاد وولف انهم يرجعوا للمدينة، وبيلاقوا كل الناس متجمعين علشان احتفال كسوف الشمس، وبيدخلوا مبنى البلدية. في نفس الوقت بتكون ست عند بارني وبترمي عليه تعويذة علشان تشغله عن ابنه، لكنه بيلاحظ ضوء احمر في برج البلدية وبيعرف انه سحر اسود، وبيطلع فلاد وولف للبرج وبيلاقي لوسيفر مستنيه ومعاه فاي، فبيسلموا البلورة علشان يسيبها. اما بارني بيستخدم التلسكوب بتاعه وبيشوف ابنه وكمان العمدة بعد ما تحول لشيطان، فبيعرف مخطط ست مع العمدة وبيقاتلها علشان يروح ينقذ ابنه. وكل الناس في المدينة بيلبسوا النظارات وبيستعدوا لكسوف الشمس، ولوسيفر بيحط قطعة البلورة في مكانها والساعة بتبدأ تدق، وقبل ما توصل الساعة 13 البلورة بتختفي ومخطط لوسيفر بيفشل، فبيتعصب جدا. وهنا فلاد بيعرف اصحابه انه قبل ما يجي للبرج سلم البلورة باختياره لهانيبال وبقت ملكه، علشان كده رجعت لهانيبال تاني. وبيبتدي لوسيفر يهاجمهم بسحره الاسود، وبيوقع فلاد على الارض وبيفقد الوعي، وبيضرب فاي وبيوقعها، فبيتضايق وولف وبيتحول لمستذئب ضخم بيهجم على لوسيفر، لكن حساسيته بتخليه يفضل يعطس وبيرجع من تاني. وفي اللحظة دي بتظهر فاي وهي طايرة، والأول مرة ما بتكونش خايفة من الأماكن العالية، وبترش مسحوق الجنيات على فلاد وبيرجع لوعيه، وبيقدر بسرعته الرهيبة ينقذ وولف قبل ما لوسيفر يخلص عليه. فبيوجه لوسيفر شعاع من عصايته السحرية ناحية فلاد اللي بيتحرك بسرعة جدا، والشعاع بيجي في البلورة وبتعكسه على لوسيفر تاني، فبيتحول لحجر وبيتدمر، وأخيرا بينتصروا عليه وبينقذوا المدينة. وبيوصل بارني متأخر لفلاد وولف بيحكي له على اللي عملوه، وبينزلوا كلهم وسط الناس وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيجي لهم هانيبال وبيرجع لفلاد البلورة تاني علشان يحتفظ بيها، وبيتمشى مع أصحابه وهم سعداء بانتصارهم. وبالليل فلاد بتظهر له روح مامته من البلورة وبيبقى فرحان جدا انه شايفها، لكن المفاجأة انها بتحذره من ظهور لوسيفر تاني، وبتقوله انه لازم يجهز نفسه هو وفريقه لمواجهته من تاني. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسل
مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.